لو عايزة تعملي زبادي زي اللي انت شايفاه دلوقتي ده، يبقى الفيديو ده ليكي. لازم تتفرجي على الفيديو عشان تطلعي زبادي بيتي بالمنظر اللي انت شايفاه ده، متماسك وكريمي وطعمه تحفة جدا. وكمان هتوفري كتير، علبة الزبادي دلوقتي بقت بفلوس كتير. انت هتعملي الكوبايات اللي انت شايفاها دي من لتر لبن واحد بس، وكريمي وطعمه كان تحفة. شايفين قد ايه هو متماسك وبوش وجميل قوي. مش هيكلفك غير تمن الكيلو لبن اللي انت هتجيبيه، وهتعملي منه كمية كتيرة وتقعد معاكي كمان في التلاجة. يلا بينا بقى نعمله ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. عندي هنا لتر من اللبن او كيلو من اللبن. بغليه عادي خالص وبسيبه لغاية ما يبقى دافي. يعني زي ما بنقول كده دمعة العين او زي الرضعة كده بتاعت البيبي. هنا بقى عشان اعمل خميرة الزبادي لازم يكون عندي وحدة زبادي قديمة. فانا جبت علبة زبادي من عند اللبان، وحطيت عليها معلقة سكر كبيرة، وبالمضرب كده بضربها كويس قوي قوي. اهم حاجة ان انتي تضربيها كويس قوي، علشان دي الخميرة اللي احنا هنحطها على اللبن عشان نعمل الزبادي الجديد. هبتدي بقى احط شوية من اللبن على الزبادي اللي انا ضربته، وهضربه تاني كويس قوي في الطبق قبل ما احطه على اللبن اللي جوه اللبانة. كده انا اتأكدت ان انا ضربته كله كده كويس، مفيش اي تكتلات ولا اي حاجة. هبتدي بقى اجيب اللبن اللي هو اللتر لبن اللي انا غلياه، واحط فيه خميرة الزبادي اللي انا عملتها. وهنا بقى انا محتاجة برضو ان انا اقلبه كويس علشان كل اللبن ياخد من خميرة الزبادي القديمة. طبعا انتي اول مرة هتجيبي علبة زبادي من عند اللبان، بس بعد كده تقدري تخلي علبة زبادي من اللي انتي عاملاها تعملي بيها جديد لكل مرة. جبت بقى كوبايات كده صغيرة، وابتديت ان انا احط فيها الزبادي. هي مش صغيرة يعني، بس يعني حلوة. هتعملي بقى 5، هتعملي 6، عايزة تحطيها في كبات صغيرة براحتك خالص. وممكن تحطيها في الكبات اللي هي الفخار الصغيرة كمان، بيبقى جميل قوي. حطيتها كده، وفي الصينية هبتدي ان انا احط مية مغلية علشان اسيبه ان هو يخمر. الزبادي يمسك نفسه شوية قبل ما احطه طبعا في التلاجة. دي كده طريقة عمل الزبادي. هغطيه بفوطة نظيفة، وهكون مدفية الفرن حاجة بسيطة قوي، وهحط لمدة 6 ساعات في الفرن. يعني اطفي الفرن واسيبه 6 ساعات علشان يخمر معايا وتشوفيه بالشكل اللي انت شايفاه ده، يعمل وش كده. واول ما هيبرد خالص، شايفين بقى الوش بتاعه، هحطه بقى في التلاجة. مش اقل برضو من 3 4 ساعات علشان يتماسك. شايفين من جوه كريمي جدا ومتماسك، مفهوش بقى مية كتير زي مثلا ما بتجيبيه من عند الراجل بتحسي ان كأنه في مية كده كتير. لا، هو متماسك وكريمي وكان طعمه تحفة. تقدري بقى تعملي منه فواكه للولاد، تقطعي عليه تفاح او موز وياكلوه كده زبادي بالفواكه. بيبقى حلو قوي علشان الولاد اللي مش بتحب الزبادي. وتقدري تضربي معاه لبن في الخلاط وتعملي منه برضو عصاير بالفراولة وبالموز. يبقى جميل وحاجة كده ترطب علينا في الصيف. دي كده كانت طريقة الزبادي، طريقة سهلة وبسيطة. يا رب تجربوها وتقولولي رأيكم فيها. شكرا ليكم ومع السلامة.